بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم حتكون كسرة الرخصاص بمقادير مضبوطة. صدقوني تحسبوها قاطو ماشي كسرة، تجي تذوب في الفم، تجي مبسسة، وكذلك يعني ما تتكسرش في الطاجين، ما تتشققش، يعني تتحصلوا على واحد الكسرة من اروع ما يكون. شوفوا هنا كيفاش تجي بنينة، صدقوني تاكلوها وحدها. نتمنى ان شاء الله تتبعوا لا فيديو من الاول للاخير، راكم كامل رايحين يعني تجربوا هذه الوصفه تاع الكسرة وتوليو معتمدينها. نروحوا نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. هنا كيلت بالبول هذا تاع الشربه، ندي منه 3 كيلات تاع السميد. درت اي سميد متوفر عندكم في البيت، درت سميد تاع يعني السميد العادي تاع 100,000 تاع 25 كيلو. عندي ملعقه صغيره تاع الملح في كل كيلة، عندي ملعقه كبيره تاع سكر، ملعقه صغيره ممسوحه خميره الخبز عندي هنايا. وهذا السر يعني تاع الهشاشه ولا يعني الكسره تاعكم تحسبوها قاطو، اللي هي الملعقه هذه الصغيره تاع خميره الحلويات. عندي هنايا كميه من السانوج. كما كنت نقول لكم بالنسبه للملح ديروا ملعقه صغيره في كل كيلة تاع سميد. انا درت 3 كيلات، يعني درت 3 مغارف صغار تاع الملح، ملعقه كبيره تاع سكر، ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى والسانوج. انا خلطت كلش مع بعضه النواشف. نحتاجو هنايا نص كيلو تاع الزيت، زيت نباتي كيما راكم تشوفوا. ونبدا نبسس جيدا في السميد تاعي بهذيك الكميه تاع الزيت. يعني راكم تشوفوا حبيباتي، عطيت لكم الكسره هذه ولا الرخصاص هذه بمقادير مضبوطه. نتمنى ان شاء الله يعني تتقيدوا لي بهذه الوصفه. صدقوني راح تتحصلوا على واحد الكسره تحسبوها قاطو ماشي كسره، تجي بزاف بنينه وما تتكسرش في الطاجين، يعني تقعد محافظه على الشكل تاعها ومبسه وطريه وتجي تذوب في الفم. بعد ما بسست يعني السميد تاعي بهذيك الكميه تاع ليدان، هنا راح نبلل ولا الكسره تاعي ولا نطمي الكسره تاعي بنصف لتر من الماء. بالنسبه للماء راهو دافي فقط، ما يكونش سخون وما يكونش بارد. يعني عطيت لكم المقادير المضبوطه حتى للماء، بالاخص المبتدئات. يعني شحال من خطره كتسقسيوني حتى الماء شحال يعني درت الكميه، لذلك راني كيلت لكم. هنا في المرحله الاولى اديت لي نصف لتر من الماء، من بعد زدت حوالي نصف فنجان ولا نص كاس اتاي تاع الماء. وطبعا هذيك الزياده تقعد على حسب نوعيه السميده تاعكم. كما تعرفوا حبيباتي بالنسبه للسميد راهو يعني يختلف. هاوليكم هنا الزياده اللي كنت زدتها حوالي نصف فنجان تاع الماء فقط، هكذا. ونطم العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. هنا حاولوا انكم يعني تدخلوا فيها يدكم واحد 2 دقائق فقط، ما تعجنوش بزاف يعني حتى تنحيوا لها كامل هذاك التبساس تاعها. وكذلك ما لازمش تخليوها بلا ما تدلكوها شويه، لانه من بعد راح تتشقق معاكم. شوفوا هنايا راح نجي نعجنها حوالي 2 دقائق فقط، وتعجنوها هكا بالتقطع، يعني تقطعوا هذاك العجين وفي نفس الوقت راكم تدلكوا في العجينه تاعكم. هكا صدقوني راح تتحصلوا على كسره رخصاص. يعني هذه الوصفه صدقوني جربوها راح توليو تعتمدوها. ولي جربت يعني الطريقه هذه تاع الكسره رخصاص، نقول لك حبيبتي كتبي لهم يعني الراي تاعك في التعليقات، لانه يعني بزاف اللي سياو هذه الوصفه تاع الرخصاص وعجبتهم بزاف ولاو معتمدينها. كما راكم تشوفوا قلت لكم دلكتها واحد 2 دقائق فقط. حطيتها هنايا في كيس بلاستيكي وخليتها تريح واحد 10 دقائق ونرجع ليها. كيما راكم تشوفوا هنا خليتها تريح واحد 10 دقائق فقط، هكا باش الكسره تاعكم تجي بزاف هايله. شوفوا هنايا كيفاش يعني العجين تاعنا كيفاش تطلق، يعني وتحصلنا على واحد القوام رائع جدا. راح نقسمها على 3 كما كنت نقول لكم. كل كيله راح ندير لكم قرصه كسره. نتوما اذا حبيتوا ديروا 2 كيلات، يعني راح ديروا 2 كيلات تاع السميد. واذا حبيتوا يعني هذا الوصفه تاع الكسره نديرها لكم بمقدار اصغر من هكا، يعني قرصه واحده فقط. كتبوا لي في التعاليق راح نعاود لكم هذا الوصفه باصغر كيله، يعني قرصه واحده فقط. طبعا اذا حبيتوا يعني ولقيت طلب على هذا الوصفه باصغر كيله، راح نخلي لكم كذلك الوصفه المره الجايه باذن الله. شوفوا هنايا راح نطم الكسره تاعي ولا كما راكم تشوفوا نلوزها بهذه الطريقه هكذا حبيباتي. شوفوا هنا حاولوا انكم يعني تجمعوا هذيك العجينه للداخل هكا، باش من بعد يعني الحواف تاعها راح تجي يعني متحوفه وما ما تتشققش معاكم كي تعودوا يعني تطرحوا فيها هكذا حبيباتي. غطيتهم هنا بكيس بلاستيكي بطرشونه وخليتهم يريحوا واحد يعني 5 دقائق فقط. ونجي هنا مباشره راح نبدا نقرص في الكسره نتاعي. هنا حبيباتي كي تكونوا تقرصوا في الكسره بالنسبه للطاجين تاعكم يعني تكونوا سخنتوه شويه من قبل،
نتوما وعلى حسب يعني طاجين تاعكم، إذا كان تاع الحديد ما راحش يعني تسخنوه يعني الفترة طويلة من قبل، وإذا كان تاع الطينة ولازم تسخنوه مليح مليح من قبل. شوفوا هنايا كي قرصت الكسرة تاعي كيفاش تحصلت على حواف تكون يعني تكون رطبة ما تكونش مشقة. وندي هنايا الكسرة تاعي نحط نطيبها. قلت لكم الطاجين تاعي تاع الحديد كيما راكم تشوفوا راني مسخناته من قبل حوالي ب10 دقائق من قبل. بعد ما حطيت الكسرة تاعي كيما راكم تشوفوا نزيد لها 1 دقائق فقط، ونجيب هنايا كوردون ولا موس ولا، وتحاولوا انكم تثقبوها بهذه الطريقه. كاين اللي يثقبها يعني قبل ما يقلبها، وكاين اللي حتى يقلبها باش يثقبها. نتوما يديروا يعني كيفاش كنتم معتمدين الوصفه تاعكم. هنا قلبت الكسرة تاعي كما راكم تشوفوا، وهنا نستعينوا بهذيك الحطبة يعني تضغطوا عليها مليح مليح باش تدي لكم هذا اللون الأحمر الموحد. وهاوليكم هنايا الكسرة تاعي في شكل تاعها النهائي طابت الله الله. بالنسبه لزوج قرصات الاولين يعني كنت مزروبه طيبتهم، يعني كنت خرجتهم وكملت يعني صورت الكسرة هذه يعني القرصه الثالثه صورتها معكم. وجيت هنا حبيباتي نكمل التصوير. وهاوليكم هنا حبيباتي الكسرة تاعنا في الشكل تاعها النهائي، خليتها يعني دفات شويه وجيت نقسمها معاكم. شوفوا كيفاش تحصلنا عليها طابت حميمه الله يبارك. يعني دات لي لون موحد. نتوما وعلى حسب يعني كيفاش تحبوا طيبوا الكسرة تاعكم. كاين يعني اللي يحب يطيبها هكا حمرة خفيفه فقط، كاين اللي يحب يحمرها بزاف. طبعا هنايا الطياب تقعد كل وحده تطيب على حسب افراد العائله تاعها كيفاش يحبوا الكسرة تاعها. شوفوا هنا حبيباتي الكسرة تاعنا جات طايبة من داخل ومن برا، وجات مبسة وطرية في نفس الوقت، وتجي كذلك يعني فيها واحد الطراوة والقرمشة من برا ومبسة، وتجي تذوب في الفم والبنة. وش نحكي لكم صدقوني تاكلوها هكذاك هكا مع الحليب مع شوربة يعني مع كل حاجة. الكسرة هذه راني معتمدتها ونتمنى ان شاء الله كامل تجربوا الوصفة هذه بربي. ان شاء الله راكم رايحين توليو معتمدينها وما تبدلوش يعني هذا الوصفة. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعي اليوم تكون عجبتكم. ما تبخلوش عليا حبيباتي بلايك للفيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بربي ان شاء الله هخلي لكم يعني وصفات تاع الكسره بانواعها وكذلك المطلوع على حسب يعني طلباتكم. انتظروني في اعداد قادمه بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.